كل حاجة حوالينا بتتغير، الأماكن، الناس، وأنا كمان اتغيرت. عرفت إن مفيش ضمان في الدنيا. اولا اللي مشتركش في القناه يشترك ونصلي على النبي، وعايزكم تسمعوني للاخر، مش هتخسر حاجه يعني. مش هاخد من وقتك اقل من 3-4 دقايق. كلنا عندنا بنات في حياتنا، سواء اختك، سواء قريبتك، سواء الست العظيمه اللي هي امك اللي جابتك الدنيا. كل او معظم الشباب من الضغط بتاع الايام دي، الضغط بيخلي الشباب او مخلي الشباب زيادة عن اللزوم عصبيين قوي. انا واحد منكم، ومريت بحاجات كتيرة، مريت بظروف صعبة كتير، ولسه هو ربنا قال لك وخلق الانسان في الكبد. احنا هنفضل نعافر في الحياة لحد يوم ما ماتنا، ولكن كل اللي انا بطلبه منكم كشباب او نصيحة يعني، او انا عندي 28 سنة، من خبرتي ومن لفي انا سافرت الامارات وسافرت ورحت هنا ورحت هنا. الست او البنت خلوا بالكم منهم، خلي بالكم منهم ازاي؟ بتكون هي اللي شايلة البيت طبعا بعد امك. لو هي اختك وموجودة معاك في البيت، خليك حنين عليها، خليك حنين عليها. شوف هي عايزة ايه، ناقصها ايه واعمله لها. اسألها، ما تضايقهاش الكلام ده يعني. ان كله بيبقى عايز يفرض عضلاته، ان هو راجل لازم يعمل. طيب ماشي، ما هو الراجل راجل والست ست، ما قلناش حاجه، بس الست والبنت ملهاش اللي ما بتحبش اللي بياخدها بست. بنبت على الايام دي كمان. انا دايما بتلاقي دايما البنت اللي موجوده في اي بيت مصري بتلاقيها شايله بتذاكر، بتغسل، اعملي سوي مش عارف ايه، بتكون مخنوقه. طبعا ما بتتكلمش كتير يعني، ولو اتكلمت ممكن تاخد على قفاها. ده بالنسبه للرجاله بتاع الشباب يعني وحبايبنا، فيخليكم بالراحه بالراحه، ماشي.